استسلموا لفكرة النوم مش كفاية. ومعانا على التليفون دكتور صفاء حمودة أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر علشان نفهم منها أكتر عن التعلق المرضي. أهلا بيك يا دكتور صفاء، وموضوع حلقتنا النهاردة عن التعلق المرضي، فخلينا نعرف منك أكتر إيه الفرق ما بين التعلق المرضي والحب الصحي؟ أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. التعلق المرضي ده هو إن أنا أبقى متعلقة بالشخص بصورة مرضية. بنشوفها في بعض الناس لما نلاقي إنها بتكلم، مثلا مش لازم يكون على فكرة حبيب، ممكن يبقى متعلقة تعلق مرضي بوالدها بوالدتها، بحد من أصحابها، بزميل في الشغل، بخطيبها، بجوزها، وهكذا. متعلقة تعلق مرضي بولادها حتى. فنلاقي الشخص ده بيبقى طول الوقت قلقان على اللي معاه، عمال يسأل عليه بصورة مستمرة، بيحاول يبقى موجود في حياته 24 ساعة طول الوقت، بيطارده بالمكالمات وبالتواصل وبإنه عايز يبقى معاه على طول. قلقان دايما إنه ممكن يسيبه ويقعد يحاوطه بالأسئلة: هو أنت ممكن تسيبني؟ هو أنت ممكن تبعد عني؟ طب أنت عملت الحاجة دي ليه؟ طب لا، ويتنازل عن حقوقه في العلاقة من أجل إن الآخر يفضل معاه. فطبعا دي علاقة مش منطقية ومش صحية. ولكن في الحب بقى هنا بيبقى فيه حقوق وواجبات للطرفين، وبيبقى فيه بالانس أو توازن بين الاثنين وبين بعض. فانا ما بتعلقش بيه قوي ومش خايفه افقده قوي بالشده دي، لان انا بحبه، هو كمان بيحبني، بيبقى لنا طلبات عند بعض وبنساعد بعض. يعني العلاقه متبادله، عكس التعلق المرضي بيبقى واحد هو اللي عمال يدي على اخره وبيحاول يشبط في اللي معاه. يعني احنا لو تخيلنا صوره كده ذهنيه للموضوع، كأن احنا الحب ده احنا الاثنين بينا حب، فاحنا الاثنين ماشيين جنب بعض وماسكين ايد بعض، ماشيين على نفس الخطوات وعلى نفس القوه وعلى نفس كل حاجه. عكس بقى ما يبتدي يزيد الموضوع ويوصل للتعلق المرضي، فلاقي ان انا لا، مش ماسكه ايدي، اللي صاحبتي اللي ماشيه جنبي مش ماسكه ايدي، هي متعلقه في دراعي شويه، وهلاقيها اتعلقت في رقبتي، والاقي ان انا بقيت ماشيه بجرها وانا ماشيه. ده بالظبط اللي بيشعر بيه الشخص اللي في علاقه مع حد متعلق تعلق مرضي، انه بقى حمل تقيل على كتفه ومتعلق في رقبته، بقى بيضغط عليه طول الوقت. طب يا دكتور، هل التعلق المرضي ليه علاقة بالطفولة؟ طبعا، لان التعلق المرضي ده نمط من انماط التعلق الغير صحيه، اللي سببها صوره الشخص عن ذاته وصدمات طفولته وازاي شايف نفسه اصلا. احنا بنكون صورتنا عن نفسنا وازاي شايفين نفسنا وازاي واثقين في نفسنا من خلال خبرات طفولتنا وكلام الاب والام لينا ودعمهم لينا ونجاحاتنا الصغيره. وكل الحاجات دي بتدينا ثقه في نفسنا وبتخلينا نشوف نفسنا اشخاص ناجحين وكويسين ونستحق الحب، يا بنشوف نفسنا اشخاص فاشلين ولا نستحق الحب. وغالبا اللي عنده تعلق مرضي هو شايف انه لا يستحق الحب، وثقته في نفسه شبه منعدمه. وده برضه لان الاهل كانوا بيعاملوه مش مجرد بس بيحبطوه وبيدوا كلام سلبي، ولكن كمان رابطين دايما حبهم بحاجه هو بيعملها. فاحنا هنحبك لما تجيب درجات عاليه، هنحبك لما تسمع الكلام، هنحبك لما تخلص الاكل بتاعك، هنحبك لما تعمل الواجب، وهكذا. فدايما الحب بتاعهم مشروط، فيشعر انه ما لا يستحق الحب الا لما يعمل انجاز. فطول الوقت في العلاقات بعد كده نلاقيه عمال يدي للطرف الاخر اللي هو متعلق بيه على الاخر طول الوقت حاجات كتير من غير ما التاني يطلب ومن غير ما التاني يبقى محتاجها اصلا، ولكن عشان يقدر يحس ان انا كفء ان هو يحبني، انا كده استحق ان هو يحبني. طب احنا في الحالة دي نقدر نتعامل ازاي مع الأطفال من هم صغيرين؟ احنا محتاجين نربي الأطفال تربية متزنة، يبقوا واثقين في نفسهم، نقول كلام إيجابي للطفل من غير ما نأفور طبعا، وما يبقاش الموضوع نقلبه لنرجسي، ما نحولوش لطفل نرجسي. ولكن محتاجين لما نيجي مثلا نعلق على تصرف خاطئ، ما نقولوش انت كلك غلط او انت غلط، اللي بتعمله غلط. لا، انا حدد التصرف، حطك مثلا الكوبايه على حرف الترابيزه، ده كان تصرف غلط، حدد الغلط، ما عممش عشان ما ياخدش الغلط على نفسه ان انا بني ادم غلط طول الوقت. محتاجين ان احنا ما نقعدش ننتقد فيهم عشان ما نقللش ثقتهم في نفسهم، ما نربطش حبنا بانجازات بيعملوها، ولكن طول الوقت انا بعبر عن حبي باللمس وبالطبطبه وبالحضن وبالبوسه وبالكلام، حتى انا بحبك، انت غالي عليا، من غير ما يبقى في انجاز هو عمله او ما عملوش. ممكن ازود الجرعه دي واشجعه بعد ما يعمل حاجه، ولكن قبلها وطول الوقت المفروض تكون العلاقه اصلا بيني وبين ولادي مبنيه على الحب. كل ما كنت بدي حب وبدعم ثقته في نفسه وما بتنمرش عليه، في اهالي على فكره متنمره جدا تقعد تتريق على الاولاد جوه الاسره وتقول له يا تخين يا دب، ايه شعرك الاكرت ده، مش عارفه ايه، لابس نظاره باربع عيون. الاسره نفسها متنمره، فطبعا ده الطفل اللي عنده التنمر وبيتعرض ليه هيبقى ثقته في نفسه قليله جدا. كمان الاهل اللي بتقعد تقول له انت ما بتفهمش، هو انت عارف تعمل حاجه، هو انت مش عارفه ايه، او على طول كل ما يقول تصرف عمله تقول له لا تصرفت غلط، ده المفروض تعمل كذا. كل ما يتكلم عن حاجه عملها بتغلط في التصرف
وتقول له كان المفروض تعمل كذا، فيوصلوا ان انا اصلا ما بفهمش وتقل ثقته في نفسه. فاحنا مهم جدا كاهالي يبقى الحب مش مشروط، ونعبر عن حبنا لاولادنا طول الوقت عشان يبقوا عارفين انهم يستحقون الحب بدون اي مقابل لذاتهم نفسهم، وفي نفس الوقت نحسن صورتهم عن نفسهم، بان احنا زي ما قلنا نوقف النقد واللوم ونقول كلام ايجابي وما نتنمرش عليهم وما نهزش ثقتهم في نفسهم، علشان يبقوا بعد كده عارفين ومطمئنين انهم يستحقون الحب. طيب يا دكتور، دلوقتي لو انا شخص مرتبط بحد و يعني ايه الاشارات، وهو بيحبني وانا بحبه، بس ايه الاشارات اللي تخليني اعرف اذا كان هو متعلق بيا تعلق مرضي؟ هلاقي انه ابتدى الاول علاقه بتبقى متزنه، هو ما بقاش تعلق مرضي من الاول. هي الاول بتبقى علاقه متزنه، وكل ما نقرب اكتر الاقي ان الموضوع بيعلى معاه اوفر. زي ما قلنا ابتديت احس انه متعلق في رقبتي، فبيطاردني مثلا او بيطاردني بمكالماته طول الوقت. لو ما ردتش يبقى في مصيبه حصلت، واتصالات، ويبقى الكلام هو انت زعلان مني، هو انت ما بتردش عليا عشان زعلان مني، هو انت ممكن تسيبني. الاسئله بقى المتكرره، هو انت ممكن تسيبني، هو انت خطبتني ليه، هو انت شايف فيا ايه حلو، هو انت ممكن تتخلى عني في وقت من الاوقات. والاقي انها عماله تعمل لي طلبات طول الوقت من غير ما اطلبها، عايزه تبقى موجوده معايا طول الوقت. حياتي الخاصه وحدودي الخاصه انتهت تماما بالنسبه لها، وبقت متداخله في كل تفاصيلي، حتى الحاجات اللي انا مش عايزه تعملها لي هي بتعملها لي غصب عني، وهكذا. فبلاقي ان الشخص بيحاوطني طول الوقت بكل الاتجاهات، وقلقان على فكره، فينقل لي قلقه. وطول الوقت انا بطمنه في العلاقه، اقول له لا مش هسيبك، احنا مكملين، هتجوزك مثلا، وافضل اطمن. لكن بالرغم من كده القلقان بيفضل قلقان طول الوقت. طب ده يخليني اسالك يا دكتور، ليه الشخص اللي متعلق تعلق مرضي رغم كل الاذى وكل الاهانه وكل التعب اللي بيوصله من الشخص التاني برضه بيرجع مش قادر يسيب الشخص ده؟ يعني ايه السبب اللي بيوصله للمرحله دي؟ احنا الاسباب قلناها، الاسباب النفسيه في الطفوله اللي بتخليه يبقى عنده استعداد يبقى في تعلق مرضي. ليه بقى مش هيتنازل حتى لو كان بياخد ضرر من الاخر، يبقى بيتالم ومكمل؟ بالظبط. علشان خاطر انه خايف ان انا لو فقدت ده يبقى مش هلاقي حد تاني يحبني ابدا. وهو بالنسبه له كل العلاقات مبنيه على ان انا اقدم تضحيات، لازم اقدم تضحيات. فطول الوقت بيجي على نفسه عشان يقدم التضحيات. حتى لو اترفضت التضحيات هيشوف ان الغلط فيه هو، يبقى انا بعمل التضحيه غلط مش الاخر هو اللي مش عايز. يبقى انا عندي مشكله دايما، لان احنا صوره الذات متدنيه عن الشخص ده، وقلقان وخايف ان هو يبقى وحيد، وخايف انه يفقد الحب، لانه من الاول من زمان الحب اصلا عنده صورته مهزوزه عن نفسه وعن الحب والعلاقات بتاعته. فهنلاقي انه هو طول الوقت متوتر وعايز يدي اكتر، وخايف ان الشخص ده لو مشي انا عمري ما هلاقي حد تاني غيره، لو مشي يبقى ده دليل اكبر ان انا فاشل وان انا لا استحق الحب فعلا. فيتنازل ويسامح ويعمل، لان هو حتى لو التاني قال له كلام سلبي او اذاه شايف ان انا استحق الايذاء، ما انا اصلا شخص يعني ثقتي في نفسي وحشه وملياش حقوق عند نفسي اصلا، مش شايفني كويس. فبالتالي الاخر لو ما شافنيش كويس ده عادي منطقي، فاهماني؟ مش هيحس ان هو مأذي، مش هيقدر يفسر الايذاء بالصوره الواضحه اللي احنا بنبقى بره العلاقه شايفينها ده بيأذيك فعلا. هيبقى شايفها، هيدور له على مبررات واشياء عشان يقدر يكمل في العلاقه، لان شايف ان مش هلاقي حد تاني يحبني، وهو عنده حق يأذيني لان انا اصلا ما اصلا. تمام يا دكتور، ده يخليني اسالك، يعني هل التعلق المرضي نوع من انواع الادمان؟ مش هنقدر نقول ادمان، ولكن يعني لو احنا فسرنا الادمان ان انا بتعلق بالشيء نتيجه انه بيعمل لي رضا وسعاده وبيحفز دايره المكافاه في المخ، فببقى مبسوط وبيطلع دوبامين فانا بنبسط. بالظبط، هو ده قصدي. فممكن نقول ان في جزء من ده، ولكن هو ادمان مع قلق برضه. يعني ده شخص الاساسي عنده القلق، فلما الشخص ده بيتعالج من القلق حتى لو ادينا له مضادات القلق بيهدى جدا في التعلق المرضي، ويبتدي يهدى شويه وما يبقاش متوتر قوي زي ما هو بيبقى متوتر في العادي. هو فيها جزء ادمان شبهه في بعض الاشياء، وطبعا هو شخص قلقان زي ما قلنا. طب يا دكتور، هل ده ليه علاج؟ يعني انا اقدر اللي انا ارتبطت دلوقتي بشخص وعرفت ان هو متعلق بيا تعلق مرضي، هل انا اقدر اتعامل معاه بشكل معين، ولا لازم يروح لدكتور هو اللي يتعامل معاه؟ محتاج طبعا يلجأ لمتخصص، لان فكره انه انا اتعامل معاه هيبقى كل اللي انت بتقوله داخل في دايره انت بتجاملني يا بنتي، انا بحبك مثلا وانت مش وهكمل معاكي، انت بتجاملني، انت بتطمني، وتهدى شويه وبترجع تاني تسال نفس الاسئله. هي محتاجه تلجأ للطبيب، علشان يعني لو الحاله شديده ممكن تحتاج ادويه عشان نهدي القلق ده ونعرف نتعامل معاه. والجزء الثاني ان احنا بقى نشتغل علاج سلوكي معرفي، نغير المفاهيم الخاطئه وصورة الذات المتدنية وتقدير الذات السيء وعدم الاستحقاق بالحب يتغير في العلاج، فتحول الشخص لشخص واثق في نفسه، ويقدر انه يعني شايف الحياة بمناظير اخرى
وشايف الغلط اللي في العلاقة بمناظير أخرى، فيبتدي يعمل التوازن اللي المفروض يبقى موجود اهم. أصلا من الأول. طب يا دكتور، أي حد دلوقتي بيسمعنا خلّينا مثلًا نقول له خطوات يعملها لو هو اكتشف وهو بيسمعنا دلوقتي إن هو عنده مشكلة التعلُّق المرضي، خلّينا نقول شوية خطوات يقدر يعملها حتى في آه، البيت. نبتدي بخطوات بسيطة، إن يعمل كل الحاجات اللي يكلم نفسه كلام إيجابي علشان يبتدي يرفع ثقته في نفسه، ويبطل يقارن نفسه مع الآخرين، علشان المقارنة جزء من الحاجات اللي عند الناس اللي ثقتها متدنية، لأنه بيقارن نفسه طول الوقت بكل الناس، فدايما شايف نفسه قليل. فلأنه بيقارن طبعا مقارنة ظالمة، بيقارن حتة عنده قليلة بحتة عند الآخر كويسة، اهم. مش بيقارن كل شيء بكل شيء، وبالتالي ده بيقلل ثقته أكتر وبيأكد له تاني إن أنت قليل. فإحنا محتاجين نبطل مقارنة خالص، نتكلم نفسنا كلام إيجابي وندعم نفسنا، نقول لنفسنا كلام حلو، أنا حلو، أنا أستحق الحب، وأنا بحبني، وأعمل حاجات تبسطني. لو في حاجات، الناس دي على فكرة بتستخسر قوي في نفسها أي حاجة تبسطها، يعني لو معاه فلوس وممكن يبسط نفسه، ومش يبسط نفسه، هو يصرفها على الآخر اللي هو متعلق بيه أو على اللي حواليه، بس مش يبسط نفسه هو اهم. مهما كان محتاج الحاجة دي. لا، ابتدي يوجه بقى طاقتك لنفسك شوية، طبطب على نفسك وحب نفسك شوية. الشخص ده قبل ما يوجد في حياتك انت كنت عايش وكويس وموجود، انت ما اتوجدتش عشان هو جه، وبالتالي انت هتعرف تكمل بعديه. لو قلنا انا لا استحق الحب، ابتدي اكتب بقى مميزاتك، الحاجات الايجابيه اللي عندك اللي انت تتحب عشانها، والحاجات السلبيه، وهل ده رايه بس؟ اسال حتى اللي حواليك اذا كان هم بيدعموا، اذا كان شايفين الحاجات الايجابيه فيك ايه، وصدقهم لما يقولوا، لان بيبقى عندهم وجهه نظر ان اكيد بيجاملني، هم بيقولوا كده عشان بيجاملوني عشان ما يزعلونيش، ولكن لا، هو انت اللي بيقولوه ده كلام حقيقي، صدقهم، لان هم فعلا بيقولوا الحقيقه، مش محتاجين يجاملوك. فاكتب النقط الايجابيه فيك وفكر نفسك بيها كل يوم، وانك تستحق الحب، ما فلان بيحبك وفلان بيحبك وزمايلك بيحبوك واهلك بيحبوك، يبقى انت فعلا تستحق الحب سواء قدمت او ما قدمتش. ارجع بقى تاني بعد ما تهدى شويتين من القلق، فكر في العلاقه كلها، وايه الحاجات الكويسه في العلاقه نفسها، وايه الحاجات السيئه في العلاقه نفسها، وايه لو في ابيوز او سوء استغلال من الطرف الاخر هو فين، وانت ليه مش شايفه، وهل تقدر توقفه عند حد ولا لا، وهكذا. دي خطوات كتير بيبقى صعب تتنفذ لوحده، ولكن يعني نحاول على الاقل نبداها بان احنا نكلم نفسنا كلام ايجابي ونتوقف عن النقد. طب يا دكتور، برضه خلّيني أسألِك، يعني هل مثلًا لو أنا دلوقتي حد عندي 25، 30 سَنة و تجارب الحياة ومشاكل الحياة، هل هي ممكن تجارب ومشاكل الحياة دي تخلّيني أوصل لمرحلة التعلُّق المرضي، والّا مرحلة التعلُّق المرضي دي بس بتبقى شرط أساسي من وأنا صغيرة؟ غالبا بتبقى في تكوين الشخص اصلا، وصورته عن نفسه زي ما قلنا، وصورته عن علاقاته، وبيبقى نمط متدرب عليه من زمان ماشي بيه طول الوقت. إمم. قليلين قوي اللي بيبقى الظروف ضغطتهم، دي تبقى علاقه واحده مثلا في حياته فيها تعلق مرضي، مش كل العلاقات، لانه هو وبيبقى وقت مثلا فتره معينه في وقت الضغوط، وبعدين يفوق لنفسه تاني ويبقى يرجع تاني للتوازن حتى لو في نفس العلاقه، لانه ده وقت كان توتر مثلا، فابتدى يتوتر ويحس انه هيفقد اللي حواليه، او فتره خسارات مثلا، بيخسر شغله وبيخسر حاجات كتير، فخاف يخسر كمان العلاقه الكويسه اللي في حياته، فيتوتر في الوقت ده. لكن مجرد ما الضغوط دي بتعدي بنلاقيه رجع تاني عادي، ما بقاش عنده التعلق المرضي ده، وبقى فيه يعني بالانس او اتزان زي ما قلنا. باشكرِك يا دكتور صفاء، كلامِك النهارده سهِّل علينا إننا نقدر نفرّق بين الحُب وبين التعلُّق المرضي. شكرًا دكتور صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، على مداخلتِك معانا.